صباح الفل عليكم. طيب، أنا نفسي أعرف ليه لغاية دلوقتي اللاجئين، سواء سودانيين، سوريين، أي جنسية، ليه موجودين في مصر لغاية دلوقتي؟ يعني حقيقي سؤال مهم والمفروض يتسأل للمسؤولين في الدولة، خصوصا بعد تجاوزات كتير، وخصوصا بعد الأوضاع في بلادهم ما اتصلحت، وخصوصا ان بقالهم سنين كتير قوي، يعني الاسباب كتير قوي ليه لغايه دلوقتي اللاجئين ما مشيوش. كنت سمعت واحده طالعه على النت بتقول انها راحت تفصل هدوم تقريبا في محل سوداني، لقيته بيقول لها ممنوع التعامل مع المصريين في مصر، ممنوع التعامل مع المصريين. ده بجد؟ يعني انت قاعد في بلدهم وبتقول ممنوع التعامل مع المصريين؟ طب وايه اللي مقعدك؟ ما تمشي، امشي. وبعدين بيستحوذوا على حاجات في السوق وبيخزنوها برضو، زي ما يكونوا بيعملوا احتكار. بعد كده هيبقوا هم اصحاب البلد الاصليين، والباقي توابع. هيبقوا المصريين الاصليين اللي هم صحاب البلد دول اي حاجه ما لهمش لازمه. شايفين برضو المشكله اللي حصلت بين مها نصار وهند صبري؟ ساعات بفكر في نفسي كده، واحده كنت في بلدك، يعني بقى في اي مهنه، انت كنت في بلدك مالكيش، محدش يعرفك، مالكيش اي اعمال، ما تعرفتيش وما تشهرتيش غير لما جيتي مصر، وبعدين بيجوا في مصر ياخدوا فرص ما خدوهاش اصحاب البلد الاصليين، وبعد كده يتنططوا عليهم ويمشوهم من الشغل. يعني هند صبري في كذا موقف وكذا لقاء تقول انا تونسيه، عندك حق، اعتز ببلدك، لكن هل ده يمنع ان البلد دي اللي عملتك جايه تتنططي على اللي فيها، جايه تتحكمي في ما تقولوش ان انت متحيزه عشان مصريه، لا، دي الحقيقه. ازاي انت واحده جيتي من بره، خدتي هنا كذا فرصه وبقيتي سوبر ستار في بلد ما كانش في بلدك، ما كانش حد يعرفك، وجايه هنا تتنططي على اصحاب البلد الاصليين وخدتي منهم فرص، انت او غيرك؟ دي بلدهم، هم مش بلدك ايا كانت. انا اسفه بس هو دي الحقيقه. هل المصريين لما يروحوا اي حته وياخدوا فرص كده بيحسسوا اللي قدامهم ان هم اصحاب المكان وان هم يعني انا بصراحه مستغربه جدا ليه لغايه دلوقتي اللاجئين موجودين في مصر؟ ليه؟ ده غير بعض المحلات السوريه اللي ما بتشغلش غير سوريين بس. يعني انتوا موجودين في مصر ما بتشغلوش غير سوريين بس، يعني حاجه غريبه. وبعدين ما انتوا غلتوا كل حاجه، يعني اقصد اي لاجئ، حتى لو الدوله بتستفاد، انا مش عارفه ايه وجه الاستفاده للمواطن العادي. يعني المواطن العادي ده انت زنقت عليه الميه والنور وغليت عليه الايجار وكل حاجه، والبلد اصلا زحمه، يعني احنا اصلا بلد زحمه، احنا كتير قوي، احنا فوق 120 مليون. يعني اتوجد لكم مكان، عشتم كلتم وشربتم وولادكم بقى لهم مكان في مدارسنا، في المناصب. ليه كل ده؟ ولغايه امتى هيستمر كل ده؟ حاسه ان الموضوع طول قوي. انا اسفه، مش كل اللاجئين كده طبعا، بس في بعض اللاجئين فرضوا سيطرتهم بشكل، يعني انا شفت واحد عامل احتكار للسكر، كانوا جايبينه وكانوا مصورينه فيديو سوداني، وكان بيوزع على السودانيين اللي زيه. ده مش معقول، ده انا شفتها بفيديو على السوشيال ميديا. تجاوزات كتير بحس انها بتحصل، مفيش حد بيتكلم. لغايه امتى هيفضلوا موجودين في بلدنا بعد ما تصلحت اوضاعهم؟ انا اسفه لكل واحد لاجئ، يعني انت على دماغنا، بس اظن الزياره او الضيافه طولت. انت زي ما انت شايف كده احنا نصنا متغربين عشان نفضوا الدنيا في مصر، الدنيا زحمه،
فانتوا جيتوا زحمتوها اكتر. سلام.